جهز قلبك، لأن اللي جاي مش مجرد مسلسل، دي رحلة وجع وخلاص وبداية من تاني. على كنواتي تي في بيتعرض العمل اللي هيهزك من جوه، كتالوج، لما الموت يسرق الأم وتسيبلك قلبها في ورق. تبدأ الحكاية بعد الليلة اللي الكل فيها نام إلا يوسف محمد فراج، اللي صحى على فراغ ما يتسماش. أمينة مراته حبيبته أم ولاده راحت فجأة وسابته وسط ولاد مش فاهمين حاجة وحزن ما يعرفش طريقه للخروج. لكنها سابت له حاجة، مش أغراضها ولا ذهبها، سابت له كتالوج. إيه هو الكتالوج؟ مش كتاب طبخ ولا دفتر مذكرات، ده كتالوج مكتوب بخط إيدها، ورقة ورقة، كلمة كلمة. كل صفحة فيه زي طوق نجاة، بتقول له يعمل إيه لو اختفت، إزاي يلبسهم، يحممهم، يسمعهم، وحتى إزاي يعيط قدامهم من غير ما يخوفهم. محمد فراج، يوسف اللي اتكسر وما وقعش. محمد فراج بيقدم هنا أعظم أدواره، مش أب خارق ولا بطل حكايات، هو راجل بسيط تايه بيمسك ورقة وبيفتكر ريحة مراته وبيقرأ كأنها بتكلمه. تلاقي عينه بتدمع وما بيقولش حاجة، بس انت تفهم كل حاجة. كل مشهد بين يوسف والكتالوج مشهد حيخليك تفتش في درج مامتك وتقول هي كانت بتكتب، كانت بتحس كده. العيلة بعد الرحيل، كريمة بنتها الكبيرة بتحاول تمسك نفسها قدام إخواتها لكنها مكسورة زي أبوها. منصور طفل صغير فاكر إن أمه هترجع. أم هاشم سماح أنور المربية بتحاول تمسك البيت بإيد وتداري دموعها بالتانية. في الظهر فيه جار بسيط، أستاذ جورج بيومي فؤاد، بيخبط الباب دايما بكوباية شاي وكلمة طيب. كل حلقة ورقة جديدة، كل حلقة من كتالوج بتبدأ بورقة. لو منصور صحى بالليل خايف، لو كريمة قالت لك إنها بتكرهك، لو لقيت نفسك بتزعق من غير سبب، واللي بيحصل بعدها مش تمثيل، دي حياة. والورق هو البطل الحقيقي. الموسيقى اللي ورا كل مشهد هادية دافية، فيها ريحة بطاطس محمرة وصوت الأم وهي بتنادي من المطبخ. ووسط الحزن ده في أمل بسيط، زي لمعة في عين الطفل لما يوسف ينجح لأول مرة يعمل ضفيرة لبنته. فين تتابعوا؟ المسلسل حصريا على كنواتي تي في، المكان اللي بيرجع للدراما احترامها وللأم